يا دكتور، ايه الفرق بين الناسور الشرجي والخراج الشرجي؟ في فرق كبير جدا. الخراج الشرجي بتكون حالة بنقول طوارئ او امرجنسي، بيجي المريض ويعاني من ألم شديد حوالين الشرج، بيكون مصحوب غالبا بارتفاع في درجة الحرارة، بيكون مصحوب في ارتفاع في كرات الدم البيضاء ومعدلات الالتهاب في الدم. دي بتحتاج تدخل طارئ لتنظيف الخراج، لأن الخراج لما بيتأخر في علاجه بيتحول إلى ناسور. أما الناسور الشرجي فهو أصبح حالة مزمنة، يكون سببها الرئيسي غالبا خراج أهمل في العلاج، يؤدي إلى تكون قناة بين فتحة الشرج وبين الجلد حوالين الشرج، وهذه القناة زي ما بنقول فتحة شرج تانية بيكون فيها إفرازات بشكل مستمر. دي بتكون التهاب مزمن بيحتاج يتعالج، بيحتاج يتشخص مظبوط، بنحتاج نعمل رنين مغناطيسي، عمل خطة علاج ليه، وللأسف ده هو علاجه عن طريق التدخل الجراحي. بس زي ما قلنا مع الجراحات الحديثة نقدر بكل أمان نعالج الناسور الشرجي عن طريق الليزر. فده زي ما قلنا في الفيديو في فرق كبير بين الاتنين، بناء عليه بنقدر نشخص ونقدر نعالج مظبوط. ودمتم سالمين.